أزمة النادي الأهلي. هبدأ لك طبعا بالأزمة الأولى، هي طبعا عدم مشاركة الأهلي في دوري الأبطال في الموسم الجديد بسبب إن هو النادي الأهلي إن هو فنش ثالث هذا الموسم أو هذا السيزون. وده طبعا يعني ده طبيعي بالنسبة لكل النادي الأهلي. ناس كتير مستغربة إن الأهلي فنش ثالث في ظل اللي هو معاه النجوم دي والسكواد التقيل ده. لا، ده طبيعي يا جماعة، طبيعي عشان لعيبة النادي الأهلي ما لعبتش برجولة. مش دي لعيبه النادي الاهلي اللي شيرت تيشيرت النادي الاهلي، ولازم تبقى في وقفه، ولازم تبقى في يعني زي ما توفيق كده تبقى في مجزره في الاهلي السنه الجايه، وفي لعيبه لازم ترحل عن النادي الاهلي. لكن هبدا معاك طبعا زي ما سمعنا وكل الناس سمعت الخبر اللي هو الاكثر ضجه في الساحه المصريه او في الشارع المصري الرياضي، هو مشاركه النادي الاهلي في دوري الابطال. وهل ممكن يحصل ولا لا؟ مش هيحصل يا جماعه، صعب. الشرط الاول اللي احنا سمعناه ان في ناس بدات تشتت الجمهور ويقولوا للكاف ان هو بيدرس ان هو يدي الكارت الذهبي للوداد، اللي هو للوداد طبعا اللي هو عملاقين الكره الافريقيه، اللي يدي الكارت الذهبي للوداد والاهلي ان هم يشاركوا في افريقيا. الشرط الثاني ان هم بيدرسوا ان هم يزودوا عدد الفرق المشاركه في بطوله دوري الابطال. ده كان بيدرسوه الاتحاد الافريقي او الكاف، كان بيدرس الموضوع ان هم ياخد اول 3 من كل الدوريات. يعني كل دوري، الدوري المغربي، الدوري التونسي، الدوري الجزائري، الدوري المصري كده، الدوري الغاني، ياخد اول 3 فرق يشاركهم في دوري الابطال. وده مش هيحصل، دي مجرد اشاعات، اسمع مني انا. لكن الشرط بقى اللي ممكن الاهلي يشارك في حاله واحده، ان الزمالك عليه فلوس وعليه مديونيه تعدي 350 مليون او 370 مليون جنيه. لو الزمالك ما دفعش لحد المهله اللي مقرره ليه لحد يوم 30/6 عفوا 30/5، الزمالك مش هيشارك في البطوله الافريقيه بسبب ان هو عليه طبعا مديونات، وعليه طبعا عليه فلوس لازم يدفع المديونيه ديت او الفلوس اللي عليه عشان يحصل على الرخصه الافريقيه. من اجل عشان ياخد الرخصه الافريقيه لازم الزمالك يسدد 350 مليون او 370 مليون جنيه للاتحاد الافريقي، واخر ميعاد يوم 30/5. لازم الزمالك يسدد الفلوس دي، لو ما سددش مش هياخد الرخصه الافريقيه ومش هيشارك، وكده الاهلي هيكون متوقف في دوري الابطال والزمالك زي ما هو في الكونفدراليه. دي الحاله الوحيده اللي ممكن الاهلي يشارك فيها في بطوله دوري الابطال.